السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض حلويات سهله وبسيطه بكوبايتين لبن بس. هتعملي الصينيه القمر اللي انتوا شايفينها دي. الحلويات بتاعتنا النهارده مش بسبوسه ولا هريسه ولا اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تتوقعوها. الحلويات بتاعتنا دي النهارده اسمها شهد. اسمها شهد وهي بجد طعمها شهد. احلى كمان من طعم الشهد. شايفين بقى شكلها، التشققات اللي على الوش الحلوه دي والوش المحمر ده، كل حاجه ان شاء الله هنقولها وهنعملها مع بعض جوه الفيديو. بصوا بقى شكلها هيبقى عامل ازاي كمان من جوه. عايزه اقول لكم ان دي اول مره اجربها بجد. انا شفت الوصفه وقلت لازم اجربها لان هي سهله قوي ومش مكلفه خالص وفي نفس الوقت طالعه تحفه. عايزه اقول لك ان هي هنا كانت سخنه، يعني هي طلعت من الفرن شربتها الشربات بجد، ما استنيتش عليها. بصوا عامله ازاي. هتشوفوا دلوقتي كمان معايا لما بتبرد بيبقى شكلها عامل ازاي. والله بجد يعني ما قعدتش بسم الله ما شاء الله، يعني ربع ساعه بالظبط، اقل من ربع ساعه كمان، بس الصينيه بسم الله ما شاء الله يعني خلصت على طول. طعمها حلو قوي قوي. السكر بتاعها بسيط خالص، فما تخليكيش كده تجزعي وانت بتاكلي، مفيش الكلام ده خالص. بصوا بقى الجمال، بصوا شكل الصينيه عامله ازاي. معلقه كده ورا معلقه هتلاقي نفسك كلتي الصينيه كلها. شكلها حلو، وزي ما قلت لك بكوبايتين لبن بس هتعملي الصينيه القمر دي. بصوا شكلها من جوه كمان عامل ازاي. طبعا هنا زي ما قلت لكم كانت لسه سخنه، بصوا بقى لما تبرد بتبقى حلوه قوي برضو. بصوا الجمال بقى، بتطلع كده لو عايزه تطلعيها بقى. هي الاول برضو كانت بتطلع خرطات كده، بتقطعيها خرطه كبيره او صغيره زي ما تحبي بتطلع برضو، بس حاسه ان هي كده بقت متماسكه اكتر. يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونخش جوه الفيديو ونشوف وصفتنا النهارده هنعملها ازاي. انا هشتغل بكوبايتين كبار كده من اللبن، يعني حوالي نص كيلو وشويه. وبعدين نزلت عليهم بثلاث معالق كبار من السكر وكوبايه من جوز الهند. ودول 4 معالق بس من الزبده، اي نوع زبده موجود عندك اشتغلي بيه. وكيسين من الفانيليا. حاولت هنا بس ان انا ادوب السكر شويه قبل ما نرفعهم على النار. بصوا بقى كده حطيناهم على النار، طبعا التقليب والنار تبقى متوسطه لهاديه كمان. الحلويات دي ما بتاخدش في تحضيرها 10 دقايق بس النتيجه حلوه قوي. بعد ما المكونات بتاعتنا كده اندمجت مع بعض والزبده ساحت وكله بقى تمام، جبت كوبايه الا ربع من السميد، دي السميد. وهننزل بيه كده واحده واحده كده، يعني زي ما انتم شايفين بالظبط، مع التقليب المستمر طبعا. تمام كده مع التقليب زي ما انتم شايفين، انا ما فصلتش الفيديو ولا حاجه. عايزه اقول لك دقيقه دقيقتين كده هتلاقي الموضوع بقى خلاص، يعني السميد كده هيتقل والخليط بتاعك كده السميد هيتقله. وهيبقى زي ما انتوا متابعين معايا كده، مش هنغيب، يعني زي ما قلت لك 10 دقايق بالظبط تكوني مخلص. بصوا بقى كده الخليط بتاعنا تقل، ابتدي كده يبقبق، هنطفي النار على طول. في نفس الوقت بقى كده نكون مجهزين صينيه مقاس 28 هندهنها كده زبده او سمنه. وننزل بقى بالخليط على طول، لان هو بيشد كده اول ما، يعني لو سبتيه شويه كده هتلاقيه مسك في بعضه. فاحنا هنعمل ايه، هننزل بالخليط كله كده كويس قوي وهو سخن اهو زي ما انتم شايفينه. وبعدين هنفرد الخليط في الصينيه كويس قوي، نخبطه بقى كده كام خبطه عشان نسوي الصينيه بتاعتنا. شايفين بقى شكله قد ايه جميل، هو ممكن يتاكل كده على فكره. تعالوا بقى في الوقت ده هنسيب الصينيه نركنها على جنب ونجهز الشربات بتاعنا. كان عباره عن ايه، نص كوبايه كده من الميه، عليها معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. لو مش موجود عندك العسل ممكن تحطي عسل نحل عادي خالص. في ناس بتعمل الشهد بنص كوبايه من العسل، بس انا شايفه ان هو هيبقى مسكر قوي، فانا استكفيت بالنسبه لي بمعلقتين بس. تمام. وبعدين عليهم بنص كوبايه من السكر. قلبت بس كده قبل ما ارفعهم على النار، دوبت كده بس السكر شويه ورفعناهم على النار يبتدوا يغلوا كده. بعدين ننزل عليهم بنص ليمونه بس. بعد ما تحطي بقى نص ليمونه كده سيبيه دقيقه ولا دقيقتين واطفي على طول. بصوا بقى الوش شد ازاي وبقى شكله حلو قوي. هنسيب الشربات يبرد شويه كمان وناخد منه كده كام معلقه نوزعهم على وش الشهد بتاعتنا. دي هتاخد من معلقتين لثلاثه مش اكتر من كده، بس المهم تدهيني، لان كل ما تدهيني الوش وتوزعي كده الشربات اللون هيبقى حلو قوي. هناخدها بقى ونحطها في الفرن في نص الفرن على درجه حراره، يعني بالنسبه لي انا عملتها على درجه حراره عاليه. تاخد معاكي لون يعني من حلو كده من فوق ومن تحت، وبعد كده تطفي وتطلعيها وهي سخنه والشربات بيبقى طبعا برد. تسقي بقى كده تشرب منك الشويه اللي انت هتحطيهم زي ما انا عملت كده، وبعد كده تحطي بقيه الكميه. الشربات بتاعنا مش كتير والسكر زي ما قلت لكم حلو قوي قوي.
مش مسكره كده ولا حاجه، طعمها تحفه. شايفين بس التشققات اللي على الوش دي كده من نجاح وصفه الشهد بتاعتنا النهارده. يا دوب شربت الشربات كده، هنقطعها بقى كده على طول. لو حابه، انا من الناس اللي بتحب تاكل حلويات سخنه، لو انتي زيي خلاص هي زي الفل. طالعه هي متماسكه وكل حاجه، بس طريه شويه. لما تسيبيها بقى تبرد كده هتطلع معاكم زي ما انتوا شفتوا، وريتها لكم كده في الاول. شايفين بقى الجمال من جوه، طعمها حلو قوي، والوش اللي على الوش دوت المقرمش شويه ده حكايه. احلى من الهريسه ومن البسبوسه، واسهل ومضمونه. لو اول مره بتعمليها هتطلع ناجحه معاكي 100%. والله زي ما قلت لكم مش هتعرفوا تبطلوا تاكلوا منها. يعني انا وريتها لكم دلوقتي ويا دوب ما فيش، والله ما كملناش ال10 دقايق بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او اللي لسه هتشوفوه معايا يعني لما بتبرد. بصوا بقى الجمال، حلوه قوي، لونها حلو من بره ومن جوه، وطعمها حكايه. وده طبعا شكلها اللي هتشوفوه او اللي شفتوه معايا في اول الفيديو بعد ما بردت. حلوة قوي. يا رب النهارده وصفتنا تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. ويا ريت بالله عليكم ما تنسوش تدعموني باللايك لو عجبكم الفيديو. هو بس كده، شكرا لكم.